في قلب التجمد القارس، هناك في أقصى الشمال في القطب الشمالي، مكان الشمس ما بتزوروش غير شهور معدودة كل سنة، في بيئة قاسية جدا ما فيهاش أي رحمة. 2 من أشرس الكائنات على الكوكب بيسيطروا على العالم هناك، عالمين مختلفين تماما عن بعض، لكن بيجمعهم الجليد القاتل. الدب القطبي وحش اليابسة بلا منازع، والأوركا أذكى مفترس في المحيطات. يا ترى لو القدر جمعهم في مواجهة واحدة وسط الجليد، مين فيهم هيحكم الشمال؟ ومين اللي فعلا يستحق لقب حاكم الشمال المتجمد؟ الدب القطبي. النوع ده من الدببة بيعيش لوحده أغلب الوقت، وده مش ضعف، بس دي طريقة بقاء بالنسبة له. كائن صبور لأقصى درجة، بيعرف يفضل واقف بالساعات مستني اللحظة الصح علشان ينقض على فريسته. وزنه ممكن يوصل ل 800 كيلو تقريبا، وجسمه مغلف بطبقة سميكة من الدهون تحت جلد سميك وفرو تقيل جدا. الطبقة دي مش بس بتحميه من البرد، لا دي كمان بتخليه يطفو في المية ويعيش في درجات حرارة تحت الصفر من غير ما يتأثر. طب أقول لك حاجة هتصدمك، تعرف إن تحت الفرو الأبيض السميك ده جلد الدب القطبي لونه أسود. ممكن تكون معلومة غريبة، ولكن هو فعلا أسود، والاسود ده غريب بالنسبه له عشان شكله الجميل من بره بالفرو الابيض، واللون ده علشان يمتص اكبر قدر ممكن من حراره الشمس ويحافظ على دفء جسمه في درجات حراره بتوصل لاقل من سالب 40 درجه مئويه. هفاجئك واقول لك ان لون الفرو مش ابيض ولا حاجه، الشعره نفسها لونها شفافه لكن بتمتص وتعكس الضوء بشكل بيخليها تبان بيضه، وده بيساعده يندمج مع الجليد وما يتشافش بسهوله. الدب القطبي رجله الأمامية شبه المجاديف، بتساعده يمشي فوق الجليد الرقيق من غير ما يقع، وبيعرف يتحرك من غير صوت خطوة بخطوة لحد ما يقرب من الفريسة وينقض عليها. وممكن يتبع فريسة لمسافات مهولة من غير ما تحس بيه، وفجأة في لحظة واحدة تكون نهايتها. كمان عنده حاسة شم مرعبة، يقدر يشم الفقم من على بعد أكتر من ميل، يعني أكتر من كيلو ونص بعيد عنه، وده بيأكد إن حاسة الشم بتاعته حرفياً خارقة. والفقمة دي اللي ما يعرفهاش هي نوع من الثدييات البحرية بتعيش في البيئات الباردة، خاصة في المناطق القطبية. مجرد ما بينقض على الفريسة الموضوع انتهى خلاص، مفيش مفر للنجاة، لأن عضته بتوصل لحوالي 1200 رطل لكل بوصة مربعة، ودي كفاية علشان يكسر جمجمة فقمة بعضة واحدة. الدب القطبي واحد من أقوى وأشرس الكائنات في الطبيعة. لو كنت شايف إن الدب القطبي مرعب، فخليني أعرفك على الوحش الحي، الأوركا. الأوركا نوع من أنواع الحيتان، بيسمى بالحوت القاتل، بس خد بالك اسمه مش قاتل من فراغ، ده حرفيا آلة صيد ذكية ومدمرة. هو في الحقيقة كده مش حوت، هو نوع من أنواع الدلافين وأكبر أنواع الدلافين. طب ليه اسمه حوت قاتل؟ ده بسبب حجمه وسلوك الصيد بتاعه خلى العلماء يسموه الحوت القاتل. ده بقى وزنه ممكن يعدي 3.5 طن، وجسمه ناعم وانسيابي، مخلوق علشان يقطع المية بسرعة وسلاسة. عنده نظام دوران حراري بيحافظ على دفء جسمه في المية المتجمدة، وده سر قدرته على البقاء في المحيطات القطبية. الأوركا عنده ذكاء جماعي وتنظيم تكتيكي عالي جدا، يعني مش بيهجم عشوائي، لا بيراقب ويخطط وينسق مع القطيع، وبعدين ينفذ هجوم مثالي كأنهم فرقة قوات خاصة في البحر. وبيختلف عن الدب القطبي إنه بيعيش في جماعات عادي، وكل مجموعة أوركا في منطقة معينة بيكون عندها أسلوب صيد خاص بيها. بمعنى اللي عايشين في كندا بيصطادوا سمك السلمون، اللي في القطب بيصطادوا الفقم والحيتان الصغيرة، وبعض المجموعات منه اتعلمت تقلب سمك القرش على ظهره علشان تشله، يعني كأنه في مدارس أوروكا كل واحدة ليها تكتيك معين في الصيد. الخطير بقى إن مجموعة أوركا واحدة تقدر تهاجم حوت ضخم زي الحوت الأحدب أو حتى صغير الحوت الأزرق، يحيطوا بيه يعزلوه عن أمه أو القطيع ويهلكوه بالتدريج.
الأوركا بيستخدم السونار يبعت بيه نبضات صوتية وبيترد عليه، ومن خلال صداها يعرف شكل وحجم ومكان الفريسة حتى لو تحت الجليد أو في ظلام تام. ده بيخليه يقدر يشوفه بصوته زي الرادار بالظبط. وكل قطيع أوركا ليه صوت أو لهجة خاصة بيه، وبيستخدموها للتواصل زي لغة القبائل. الأمهات بتعلم الصغار الكلام والسلوك، يعني في تربية وتدريب ومجتمع متكامل يخليك تقف لثانية مخضوض من الروعة دي. الأوركا هو فعليا قمة السلسلة الغذائية في المحيط. مفيش قرش بيخوفه ولا حتى الإنسان بيهدده بسهولة في بيئته. قوة عضة الأوركا بتوصل ل 19,000 PSI، يعني أقوى من عضة الأسد ب 30 مرة، وأقوى من عضة التمساح الأمريكي بأكتر من 5 مرات. ولو اتقارنت بعضة الدب القطبي فهي أقوى ب 16 مرة. ده مش عضة عادية، ده سلاح دمار شامل تحت المية. دلوقتي بعد ما شفنا كل التفاصيل، قوة خارقة، ذكاء مرعب، صبر قاتل، وصد دقيق جدا، 2 من أعظم المفترسين على وجه الأرض. واحد بيحكم الجليد بصمت قاتل، والتاني بيغزو الأعماق بعقل جماعي وتكتيك عسكري. مين في رأيك الأقوى؟ اكتب لنا في التعليقات وشاركنا إحساسك بعد اللي شفناه. وخليكم فاكرين دايما إن كل القوة دي وكل الدقة دي وكل الجمال ده وراه صانع واحد، وهو ربنا سبحانه وتعالى اللي أبدع في خلق كل كائن بتفاصيل مدهشة.